هو اللي بيحدد لي مين الورثة الشرعيين، وكمان بيحدد لي نصيب وارث منه. يعني لو شخص توفى وترك زوجة وترك بنت وترك أخت شقيقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم شعبان عبد الناصر، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة فيديو جديد هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو إعلام الوراثة. في البداية، إيه هو إعلام الوراثة وإيه الأوراق المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة؟ ببساطة، إعلام الوراثة هو اللي بيحدد لي مين الورثة الشرعيين، وكمان بيحدد لي نصيب كل وارث منهم. يعني لو شخص توفى وترك زوجة وترك بنت وترك أخت شقيقة، إعلام الوراثة بيقول لي إن الورثة الشرعيين للشخص ده هم الزوجة والبنت والأخت الشقيقة، وكمان بيحدد لي نصيب جميع الورثة. بيقول لي إن الزوجة بتاخد التمن لوجود الفرع الوارث وهي البنت، والبنت بتاخد النص عشان هي بنت واحدة، لو بنتين أو أكثر بياخدوا التلتين، والأخت الشقيقة بتاخد الباقي عصبة مع الغير اللي هي البنت، يجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. دي أول نقطة. طيب تاني نقطة، إيه الأوراق المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة؟ في حالة لو كان جميع الورثة بالغين، حضرتك بتقدم طلب لرئيس المحكمة اللي حضرتك تابع ليها، وطبعا كمان بتقدم شهادة الوفاة بتاع الشخص اللي توفى. بعد كده بيتحدد لك ميعاد للجلسة، وبتعلن باقي الورثة بتاريخ الجلسة دي. بعد كده يوم الجلسة حضرتك بتكون محضر 2 شهود بيجوا بيحلفوا اليمين قدام القاضي إن الشخص اللي توفى هو فلان، وإن الورثة الشرعيين ليه هم فلان وفلان وفلان، وليس له أي فرع وارث آخر. طيب في حالة لو كان في أحد الورثة قاصر، في الحالة دي برضه بقدم شهادة الوفاة، وبرضه بقدم طلب رئيس المحكمة، وطبعا بقدم حاجة اسمها قرار وصاية. طيب قرار الوصاية دوت عشان اطلعه بقدم طلب رئيس المحكمة، وبرفق بالطلب شهادة ميلاد الأولاد القُصّر، وكمان بيان بتركة الزوج. لو مفيش بيان بالتركة بنعمل حاجة اسمها شهادة استثمار، وبعد كده بتحدد جلسة، وفي الغالب طبعا بتكون الأم هي الوصية على أولادها. في الحالة دي بيتحدد لي جلسة بعد ما بقدم طلب لرئيس المحكمة التابع ليها محل إقامتي. بيتحدد جلسة، وحضرتك بتروحي بعد الجلسة بأسبوع بتستلمي قرار الوصاية. طيب قدمت شهادة الوفاة وقدمت الطلب. طبعا صيغة الطلب سهلة جدا وبسيطة. فوق كده على اليمين بكتب السيد المستشار رئيس محكمة طلخة تكرنس شربين، على حسب المحكمة التابع ليها محل إقامة حضرتك. بقول السيد المستشار رئيس محكمة طلخة لشؤون الأسرة نفس، تحية طيبة لسيادتكم. بعد كده بكتب مقدمه لسيادتكم، وطبعا بتكتب اسم حضرتك. طبعا لو حضرتك موكل محامي، المحامي بيكتب مقدمه لسيادتكم فلان الفلان المحامي وكيلا عنه، وبيكتب اسم حضرتك. بعد كده بكتب الموضوع وبقول إنه في يوم، وبكتب اليوم بتاريخ، وبكتب التاريخ. توفى إلى رحمة الله تعالى أو توفت إلى رحمة الله تعالى المرحومة أو المرحوم فلان الفلاني، وترك ورثة شرعيين وهم: 1 فلانة الفلانية زوجة، 2 فلان الفلاني ابن. بعد ما بكتب بقى جميع الورثة بكتب: ولما كان المتوفى لم يترك سوى هؤلاء، وليس له أي فرع وارث آخر، ولا مستحق الوصية واجبة. بكتب كده في وسط السطر: لذلك ألتمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب تحديد أقرب جلسة لضبط مادة الوراثة وإثبات الورثة الشرعيين للمرحوم، وبكتب اسم المتوفى، وبكتب التاريخ. في وسط السطر بكتب: ولسيادتكم جزيل الشكر. وبكتب تحت خالص على الشمال مقدمه لسيادتكم، وحضرتك بتكتب اسمك، او حضرتك لو مقدمه الطلب باسمك بتكتبي اسم حضرتك، او لو المحامي بتاع حضرتك هو اللي مقدم الطلب بيكتب اسمه وبيكتب رقم التوكيل. ده بالنسبه لصيغه الطلب. طيب بعد كده، بعد ما قدمت الطلب وقدمت شهادة الوفاة، او لو في احد الورثة قاصر قدمت قرار الوصاية، بعد كده بيتحدد لي تاريخ الجلسة. طبعا لا يشترط حضور جميع الورثة في الجلسة دي. حضرتك بتقدم الاعلان، وبتكون طبعا مجهز 2 شهود بيجوا بيحضروا قدام القاضي بالبطاقة الشخصية بتاعتهم، بيحلفوا اليمين طبعا، وبيقولوا والله ان الشخص اللي توفى هو فلان الفلاني، والورثة الشرعيين ليه هم فلان وفلان وفلان، وليس له اي فرع وارث اخر، وليس له اي ورثة اخرين. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد، ولو عندك اي استفسار سيبولي تحت في الكومنتات وانا هرد عليه. كان معاكم شعبان عبد الناصر، اشوفكم في فيديو جديد، بتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.